أنا نشكرك إقبال على هالاستضافة، لكن لاحظ اللي أنت جبت لي الترويكا كلها قدامي وأنا شخص برك ما نعرفش هذه فرض ثقة يعني في قدرتي على المواجهة، ولا باش تعطيني وقت لا مش تكون أنت يعني موجودة معاهم. شكرا. لا من فضلك عليك، مرحبا بهم. شوف أنت سألتني هل ترى هذا توا أنا كنت نسمع في السيدة سهام بادي، أنت حكيت على التصدع. نعم. وحكيت على خطاب دكتور منصف المرزوقي، وحاولوا الأخت والأخ معناها باش يعطيوه تفسيرات. أنا ربما باش ناخذ الأمور كما أراها حقيقة، لأني نعتبرهم هما يتكلموا في كلام سياسي ودبلوماسي، ولانه منصف المرزوقي خلق مأزق بين الواحد هما تو يحاولوا باش يلطفوا منه. لا، انا نعتبر اللي المساله من الاساس الدكتور منصف المرزوقي قبل برئاسه شبه فخريه. يقول قائل علاش؟ لانه كان ربما يعول على عده اشياء. اول شيء لانه ربما انه كان يطمح للرئاسه وما كانش الوحيد، شيوخ المعارضه الكل معناها كانت تحلم بهالنهار هذايا وتحلم بهالمنصب هذايا. يعني مش عيب. ربما كانت زاد عنده ثقه في الشريك الاكبر باش يتعامل معاه تعامل قطع النظر على الصلاحيات وعلى الاتفاقيات اللي وقع القبول بها، ولكن يتعامل معاه تعامل سوي، يحفظ له كرامته. مثال قضية البغدادي المحمودي، واحدة من القضايا. ربما زاد كان يعول أنه كي يحط ساق في الرئاسة ربما ويعول على الكاريزما، وأن ينال بالكاريزما وبالأفكار هو عنده ثقة فيها ما لا تتيحه الصلاحيات، فيكون هذايا يعني ترامبلان، مصعد منطلق إلى رئاسة أخرى دائما. كذلك حس، وهنا كان فما شوية التباس، حس اللي النظام البرلماني باش يفرض روحه، وما فاقش اللي هو وقت قبل بالرئاسة هذيك تقريبا كرسوا في المرحلة الانتقالية. فكل هذا خلاه انتفض وقال كلماته هي كلمات سيدتي لا تحتمل التأويل. قال النهضة ما معناها أن النهضة تتغول، وقال هي قاعدة تزحف على مفاصل الدولة. وسيادتك قلت اللي هي كحزب فائز من حقها، لا مش من حقها، من حقها في حدود معقول ما يتمس. هي وقع انتخابها والترويكا كلكم باش تعملوا مجلس تأسيسي وباش تحضروا المرحلة الانتقالية في أجال معينة، تو نرجعوا لهذا. إذا بالحق معناها توا ما حاولوا، أنا أرجو لهم التوفيق يعني في إقناع الناس باش يشوفوا اللي حيث يوجد تصدع اللي ما ثماش تصدع. هم يحبوا يحاولوا، لا فما تصدع. السيدة سهام بادي قالت في هذا الائتلاف فما اختلاف. أنا أقول لك آسفة، ولكن الاختلاف غلب على الائتلاف. كلام واضح. بقى المرزوقي مع هذا قال كلمته ربما لأسباب عديدة، أنا نتصورها أسباب عديدة. أولا باش يدارك يعني صورته، خاطر صورته بصراحة معناها تضرت من عدة ضربات اللي تلقاها، وربما عدى بعضها ولا كذلك. سيدة نزيهة عفوا نكمل جست فكرتي. كذلك لأنه الكلام اللي قاله هو كلام تكرس في الشارع السياسي وحتى الشارع يعني في المعنى المطلق. بعد زاد قال أنا متمسك بالترويكا، صحيح هذا يقالوا وهذا ما فهموه يعني الناس الكل، ولكن فما ميساج، فما رسالة في الوسط. راهو أنا باش نقعد في الترويكا، أما ما عادش باش نسمح باش يكون التصرف معايا بمثل ذلك التجاهل وحتى بمثل ذلك الاستخفاف. الطرف الثالث كما ما نقولوش احتقار. زياد لهنا ربما عندك تعقيب. عندي ملاحظة. أنت عندك سؤال؟ تفضل. عندي ملاحظات. أنا نشكر السيد الوزير اللي هو تقريب في الطاولة هذه تقريبا الطرف الوحيد اللي معناها ما اعترف اعتراف صريح بالنقائص، ولكن ما ذكرتهاش الكل. ربما كي نحكيو على امور الترويكا اهمها نرجع حتى اهمها. سي العرباوي،
يقول انه ينتقد الحكومه. سي عرباوي، نقد الحكومه ما يكونش في سرك، انتم في العلن تقولوا هذه افضل حكومه تخلقت في التاريخ، وتجرموا اللي ينتقدها، وفما حتى اللي كفر، فما حتى اللي كفر. الاستاذ راشد الغنوشي في موعظه قلنا هذه اقوى حكومه من ناحيه الشرعيه. خلي تواصل الفكره معنا. تو نرجعوا لها شرعيه اذا كنت تحب. الاستاذ راشد الغنوشي في عظه من عظات الجمعه قال هذوم اللي يتحاملوا على النهضه اعداء الله. شوف وين وصل الاعتراف، ومع هذا يقول والله الدكتاتوريه هاجس وراهي باش يلزمنا نتوقعوا منه وما ينامش الناطور. الناطور لمن لا يعرف الساده المستمعين هو العساس نتاع حقل العنب. حول حبيت زاد نعمل ملاحظه حول اللي قالوا استاذ سمير ديلو كونه المرزوقي حد ساق في الحكم واخرى في المعارضه. هذا صحيح، وكان من الاول معناها يعني في فتره ثلاث خاطر المقالات اللي كتبوهم المستشارون واللي هما مقالات نتاع تنتقد المعارضه، تنتقد في الحكومه بشده، معناها فما تدرج. انا نقول الاصح هو حد ساق في السلطه وساق في الحمله الانتخابيه. فما حمله انتخابيه مدام، وهي مش عيب، ولكن وين تولي عيب؟ وقت اللي تخلي الانجاز الحكومي والاستحقاقات اليوميه نتاع الناس اللي ينقصها الماء وينقصها الضوء، واللي معناها عندها برشا مشاكل اجتماعيه وكثره احتجاجات، وحضرتك كنت توا تذكر فيها، وتتلهى بالتجاذبات السياسيه. يظهر لي افضل حمله انتخابيه هي انك تعملها حكومه، هي وقت اللي تدخل في الانجاز بالحق، وما تقعدش لا هي تتحدث كحزب. اغلبيه وزرائكم يتحدثوا كاحزاب ويمثلوا في احزابهم ويعملوا في الدعايه. فخلاصه القول هو انه العمليه الاخيره للدكتور منصف المرزوقي هي عمليه لانقاذ ما تبقى من حظوظ في انتخابات ممكنه اذا كان ما مشاتش النهضه مشروحه في النظام البرلماني. وارجو له من كل قلبي انه ما يكونش مخر توا يعني. نعم، رايك في هذا الموضوع؟ انا مازال عندي ساعه جواب على الاستاذ العرباوي حول افضل حكومه. هو كان لطيف وما قالش مزيد تكذب، قال اللي قالته مش صحيح. صحيح اللي قلته، ديما ثم تاكيدات على انها افضل حكومه عرفها تاريخ تونس، ومش الشرعيه برك. وكتحب نلملك المدونه اللي فيها التصريحات هذه حاضر باش ونبعثها لك. افضل حكومه بالشرعيه، بالله مساله الشرعيه نحب نعلق عليها. راهي الشرعيه ماهيش تفويض مطلق وماهيش تفويض ازلي، وراهو كونك تستاهل الشرعيه اللي خذيتها مرتبط بادائك. اذا كان الاداء معناها ما كانش على قدر الثقه، راهو الشرعيه يغلبها الشارع. وانا نتمنى انه ما نوصلوش ماذا بيا ترجلوا اموركم وتنجزوا الاستحقاقات الفتره هذه ولو بصفه متاخره وفي اقرب وقت ممكن، خير من اللي يخرج الشارع، لانه الشارع يغلي وغير مأمون العواقب. واحنا نشوفوا مش لازم يعني نتهموا المعارضه ولا الناس اللي هيجوا. الناس هايجه بطبيعتها، الناس عندها برشا قلق. انا ننصحكم بهذا، فايدتكم وفايدتنا كل فايده البلاد.